السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. وعدناكم في مرة من المرات أن باش نعملوا لكم فيديو على البريمير جليسي، وفي الحقيقة برشا من المتابعين طلبوا، أصلا هما طلبوا هذا الطلب، فهو قدر الله عز وجل هذا جاء ميعاد هذا الفيديو. الراجل هذا حب يتعدى به. البريمير جليسي كان قبل فيما مضى، بحكم أن والدي الله يرحمه كان مونيتور قديم برشا في هذا الميدان، كان فيما مضى غير ممكن. منجمش تعدي بريمير والكرهبة أو مارش، يعني تكون دوزيام مثلا وترجع كرهبة أو مارش، هذا غير ممكن فيما مضى مع الكراهب القديمة. لكن في الكراهب الجدد توا ولا هذا ممكن ومسموح به، بل بالعكس يدل على أن المترشح متمكن كما ينبغي من العربة بتاعه. به نعمل تقديم للبريمير جليسي هذا أو مفاهيم. المفهوم الأول لازمك تحط في بالك اللي ماهوش تطيح من الدوزيام للبريمير، مش كما طيحت من التروازيام للدوزيام، لا. البريمير جليسي هي معناها حاجة نتلزولها في دورة ضويقة، في أولوية مخبية، في جيراتوار باش ما نعطلوش اللي ورانا والكهرباء تبقى تتحرك إلى آخره. يعني حط في بالك اللي ماهيش تطيح من الدوزيام للبريمير، هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية، حط في بالك اللي راك مازلت معناها راك باش تواصل بعد ذلك، معناها فما إمكانية للمواصلة، إنك باش تمشي مثلا كيما لهنا أو تحط أنا بريمير جليسي خاطر أولوية مخبية، هوب أوني با نمشي نواصل. به نرجع سيدي. كيفاش يتم البريمير جليسي؟ البريمير جليسي ولا لا بتيت بريمير، ولا فما شكون نسميه بريمير سانكرو، وعدد تسميات الحقيقة، ولا ريبريز بريمير، ولا برشا تسميات. مثلا تو في الانترسيكسيون هذه انا باش ندور على اليسار، يلزم السرعة متاعك ما تكونش عالية، تقريبا 10 كيلومتر بار. انا توا 15 اقل شوي، ما بين 10 و 15 مثل فران شوية. نزع الامبرياج، حط البريمير، مازال تتحرك الكهرباء كان تلاحظوا، اوب نراقب الأولوية متاعي ونواصل. مثلا هنا استعملنا الحالة متاع أولوية مخبية، فما أولويات راهو لازم تتعداهم كان بريمير، وعكس ذلك فما أولويات مثلا في بطحة مثلا كيما عملنا جربنا في سيركوي الموروج كونديت كومونتي تنجم تعدى حتى تروازي، مفهوم. كذلك الحالة الثانية متاع استعمال البريمير جليسي هو النهج الضويق، كذا تحب تدور في نهج ضويق تستعمل البريمير جليسي، أو كان عرضني نهج ضويق أو تطبقوه. والحاجة الثالثة في لا إله إلا محمد رسول الله، في سونس جيراتوار. مثلا باش نجرب النهج هذا، مش ضويق برشا، مش ضويق النهج هذا، نجرب في سونس جيراتوار. لأن الميزة بتاع السونس جيراتوار إنه السيولة كل ما ناش تبقى الدورة هذيك تبقى ديما تمشي الدورة هذيك. لتحقيق السيولة نستعملوا بريمير جليسي باش اللي وراك ما تقفش فرد مرة واللي وراك ما تعطلوش. نجربوا بريمير هنا باش ندور على اليمين، كالعادة نرجع بريمير 10 كيلومتر بار، نكسليري نقفل المراياج ونواصل، مفهوم. يعني ميلزمش تكون السرعة عالية في البريمير جليسي، هكاك تولي الكرهبة تنجم تخذ بيك وتعمل بيك فيبراسيون كبيرة ومش باهي حتى على الميكانيك تاع سيارتك. باهي باش نجربو تراه الدورة هذه على اليسار، نبقاو بعد على اليمين. ننهج كيما هكا، هذوما اللي نستعملو فيهم بريمير جليسي. مثلا النهج هذا الضويق هذا على اليمين ضويق برشا، هذه مستحيل انك او مش باهي انك تعديها دوزيام. هاي تو رجعت بريمير، تجي الريتروفيزور مع اللونجل، اوب انضرب، واضح، مفهوم. يدور بالبريمير جليسي النهج هذا، مفهوم. عم نزيد نجرب النهج هذا اللي من بعده، تو بديت دوزيام، اما في حفرة هذه كبيرة، اغزر كيفاش فما كهرباء
جاية غادي، معناها وجوبا البريمير جليسي. فوالا اكسيلاري نمبرياج وجوبا البريمير جليسي. هذا هو، يعطيكم الصحة، بارك الله فيكم، نلتقي إن شاء الله على خير في فيديوهات جديدة، ولا تنسونا من صالح دعواتكم.